مرحبا بك في هذا الصوت الذي يأتيك من قلب يعرف معنى التعب ومن روح خاضت الطريق وسقطت كثيرا، لكنها كل مرة كانت تقوم أقوى. أنا هنا عشان أقولك رغم كل شيء القادم أجمل. مهما اشتد الظلام النور مش بعيد، ومهما ضاقت الأيام لسه في أمل بيحاول يوصلك من بعيد. خد نفس عميق. كل ألم بتمر بيه بيشكلك وبيعمل جواك حاجات محدش هيشوفها غيرك، وكل لحظة وجع بتصنع منك إنسان قادر يشوف الجمال الحقيقي. الطريق مش دايما مستقيم، أوقات بيتعرض ويميل ويتوه، بس دايما بيرجع يمشي لو فضلت ماشي. اللي شايفه دلوقتي كوجع ممكن بعد شوية تشوفه كهدية. في حاجات مش بنفهمها غير لما نعدي منها. مفيش فشل حقيقي، في محاولات بتقربك أكتر من نفسك، وفي لحظات بتكشف لك قد إيه أنت أقوى مما كنت فاكر. الحياة دايما بتتغير، ومهما ضاقت فدي مش النهاية. في كل يوم جديد فرصة جديدة. انت مش لوحدك، في ملايين بيمروا بنفس اللي انت فيه، لكن القليل بس هم اللي بيكملوا وبيبنوا من التعب سلم. كل يوم بيعدي بيعلمك ان الصبر مش ضعف، وان الرضا مش استسلام لكنهم شجاعة. اللي جاي مش مجرد وقت، اللي جاي هو نسخة منك جديدة أقوى وأنضج وأجمل. فخليك مستني الشخص اللي هتبقى عليه، مش بس الأيام اللي جاية. الهدوء اللي بتدور عليه هيجي بعد العاصفة مش قبلها، بس لما يجي هتعرف قد ايه كان مستاهل الانتظار. اوعى تقارن نفسك بحد، لكل واحد فينا طريقه وألمه وحلمه، بس اللي بيوصل هو اللي بيكمل ومش الأسرع. يمكن مفيش حد حاسس بتعبك زيك، بس صدقني التعب مش النهاية، دي البداية. ابدأ تاني، حتى لو بهدوء. كمل طريقك حتى لو لوحدك، لأن الحياة الحلوة مش بتيجي بسهولة، بس دايما بتستاهل. ياريت يكون عجبك الرسايل، وياريت ترجع لها في أي وقت تحس فيه بضيق.